آخر حصة إعدادية للمنتخب الوطني بمراكش قبل مواجهة نسور قرطاج ميزها الحضور الكثيف للاعبي البطولة الاحترافية الذين نالوا ثقة الناخب الوطني إيرفي رونار بعد مشاركتهم في تجمع المنتخب المحلي في رسالة مفادها أن بإمكان لاعبي البطولة الاحترافية التطلع إلى انتزاع فرصة الانضمام إلى المنتخب الأول. كيف ما كتشوف الكونفوكاسيون بالعكس عطاتني بعدا واحد الشحنه كبيره بزاف باش عرفتي من كوب دافريك ديال 2012 ما رجعتش ليكيب كيف ما كتشوف الناخب الوطني عطاني واحد الثقه كبيره بزاف، وكنشكر السي سلامي اللي جمع واحد الجروب في المستوى. كيف ما كتشوف ماشي غير عيط لي انا، عيط الحمودان، عيط بزاف اللاعبين ديال البطوله الوطنيه. مواجهة المنتخب التونسي تأتي في سياق يميزه المستوى المحترم الذي أبانت عنه العناصر الوطنية في مباراة بوركينا فاسو، على أمر السير على نفس النهج وتجربة خيارات أخرى يمكن الاستفادة منها في مشوار التصفيات القارية المؤهلة لكأسي العالم 2018 وإفريقيا 2019. الحمد لله قدمنا عرضا طيبا أمام بوركينا فاسو، كنا جيدين خصوصا على المستوى البدني لأننا اشتغلنا جيدا، فبعد الكان الكل ينتظرنا، والمباريات أمام منتخب تونس دائما ما تكون قوية. يشار إلى أن الحصة التدريبية شهدت حضور رشيد عليوي الغائب بسبب الإصابة. عليوي الذي تألق بهدف مميز في كأس إفريقيا الأخيرة حضر بدعوة من الجامعة لمؤازرة العناصر الوطنية. أنا سعيد بالالتحاق بالفريق الوطني. للأسف أنا مصاب، لكن تلقيت بفخر الدعوة من طرف الجامعة للحضور رفقة المنتخب الوطني، وبالتأكيد سأدعم المجموعة بكل ما استطعت. في انتظار استئناف المباريات الرسمية الصيف المقبل، تبقى المباريات الودية للمنتخب الوطني مقياسا لمدى جاهزية العناصر الوطنية وانسجامها، خاصة إن كانت أمام منتخبات من كبار القارة السمراء.